السلام عليكم يا شباب، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. جالك قلب اخوك فيديو جديد وانت ريت حظ الارقام الواتساب. عارف ان انا بقالي كتير ما بنزلش فيديوهات على القناه، بس ده لسبب مشاكل عندي واللي انا تعبان وكده. بس قلت برضو هنزل لكم فيديو عشان ايه؟ لان ريتش القناه نزل وبتاع، فعايز ارفعه تاني. تمام يا قلبي؟ تمام. فانت كل عليك تابع الفيديو لحد الاخر عشان تعرف تحذف الارقام بالبند اللي انا جايبه لك ده. بند شغال 100% وبند جامد جدا للاعمال والمتجر. تمام. كل عليك تابع الفيديو لحد الاخر بس مش اكتر. تمام يا قلبي؟ بس الاول كده، لو انت مش مشترك عندي في القناه انزل اعمل اشتراك للقناه وفعل زر الجرس، حط لايك كومنت للفيديو. مش طالب منك اكتر من اللي انت تعمله ده، يعني اللي هو ايه، تقديرا بس منك ليا. يعني على في فيديوهات ولا ما اقول لك اصلا وانا تعبان، فقدرني بس واعمل اشتراك للقناه، لايك جميل للفيديو، وسيب كومنت حلو قول في رايك. تمام يا قلبي؟ تمام. فيلا نبدا الشرح ونجرب البند ونطير الرقم دلوقتي. تمام. اقول لك كل حاجه دلوقتي، الابلاغات وبيطير من كام نسخه وبيطير في قد ايه. فصلى على النبي، يلا نبدا الفيديو. دلوقتي البند صاحبي هيكون من 4 نسخ. 4 نسخ ده للاعمال، فهجرب لك على رقم اعمال ونشوف برضه هيطير في قد ايه. للمتجر اقول لك برضه، المتجر عن المتجر مش كتير ولا حاجه، فانت تابع بس لحد الاخر. كل عارف ان بعد التحديث الجديد للواتساب ان كل الارقام ما عادتش بتطير. في حاجه غلط، تحس ان هي في ارقام ما بتطيرش والبند اصلا شغال لسه عاكس بقى لحد تاني وطار. بس ده حاجه كده من شركه واتساب، فاللي هو ايه، مش كل الارقام بقى بتطير، ففي ارقام بقت صعبه انها تطير. ده بس دي الفكره. طب ما نيجي كده على الرقم اللي احنا عايزين نطيره، نخش على واتساب الاعمال. واتساب الأعمال ده اللي بتبين إن الرقم شغال أو محظور. لو الرقم محظور ودخلت على الواتساب متجر، يبين لك إن الرقم شغال، مش هيبين لك إنه محظور. فعشان نتأكد إن هو شغال، حط على الواتساب أعمال بالشكل ده كده. فالرقم تمام شغال. هناخد سكرين، نطلع كده بقى نخش على الواتساب. 3 نقط، رسالة الرقم غير محفوظ، نحط الرقم كوبي بالشكل ده. دخلنا جوه الشات، هنحط البند في قلب البتاع كده. انا طبعا هخفي البند بس عشان الفيديو ما اتحذرش، بس البند هسيبلك في وصف الفيديو، يكون هو البند اللي في وصف الفيديو يا شباب، ما تقلقوش. كل اللي متابعنا يكون عارف ان انا ما بنزلش حاجه واقول لكم حاجه غيرها، ده بس عشان القناه بس ما تتحذرش. تمام. نخش على النسخه التالتة، ترمي البند من النسخ بتاعتك كلها الاول. ده اول حاجه، يعني مش تبلغ على رقم وتيجي تحط البند والرقم التاني وتطلع، لا، وبلغ. هحط البند بتاعك من النسخ كلها الأول. تمام. بعد ما حطينا البند كده من 4 نسخ، معاه 3 أساسي، ضم ال3 أساسي وده الرقم فيك. فيكون معاك 3 أرقام أساسي، ده أهم حاجة بس عشان الرقم تضمن إن هو يطير. تمام. نيجي كده نخش على أول نسخة، نطلع فوق هنا، هننزل عند روبورت بيزنس. هتديله كام إبلاغ من بره اللي هو مننا؟ اديله 25 إبلاغ. فأنت كل ما تقدر إنك تديله إبلاغات اديله إبلاغات بسهل إن الرقم يطير أسرع. تمام. مثلا كده 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. اديله كمان بتاع 5 2 3 4 5. تمام. خش جوه الشات بقى بالشكل ده كده. هنيجي عند البند ذات نفسه، نحدد على البند. احنا بحدد على البند ذات نفسه اللي هو الرسالة. تيجي عند ال3 نقط اللي فوق وتعمل روبورت كمان مرة، روبورت. تيجي تحت هنا تديله بقى إبلاغ وحظر. أعمل شيك يا طارق. هتعمل نفس الحوار ده من كل النسخ اللي معاك، اللي هو ال3 نسخ الباقيين. بس عشان وقت الفيديو تعمل الإبلاغات بسرعة أهم حاجة. تمام. بس هخلص إبلاغات من 3 نسخ الباقيين بس عشان وقت الفيديو، وأجيلك تاني نكمل الفيديو. تمام يا صاحبي، دي كده النسخة الأخيرة اللي أنا بدي منها الإبلاغات. فأنت آخر نسخة ده تكتر منها إبلاغات على قد ما تقدر. تمام. اللي هي اخر نسخة انت هتبلغ منها، وافضل كده كترله في الابلاغات بتاعتها بالشكل ده. تمام. خش بقى جوه الشات، تيجي تحدد على البند ذات نفسه، تعمل روبورت زي ما قلت لك. ده تعمل كل نسخ 2 3 4. تمام. برضو من جوه الشات تديله شوية ابلاغات حلوين. ده من اخر نسخة بس، لكن العادي زي ما قلت لك في اول نسخة، ده اعمله في قلب النسخ كلها. لكن اخر نسخة كتر فيها الابلاغات. تيجي تعمل علامة الصح، تعمل روبورت
سيب الرقم كده. تمام. دلوقتي طيب الرقم بقى بيطير في قد ايه؟ الرقم بيطير في حوالي من 8 دقايق لربع ساعة، يعني ممكن يطير معاك في 8 دقايق. بس تعكس من 4 نسخ، لو مطيرش من 4 نسخ اعكس من 5 نسخ. تمام، ده كده خلصنا كده الأعمال. تمام. تمام. المتجر القلبي بقى ده بيكون على حسب الرقم يا شباب، مش على حسب مش البند شغال ولا واقف. البند شغال، بس هتلاقي في ارقام بتطير معاك وفي ارقام ما بتطيرش معاك. طب ده ليه؟ طب ما البند شغال ليه ده ما بيطيرش؟ ده واحد ما تعرفش اللي هو ده بعد التحديث الجديد من الواتساب، فده حاجة كده حصلت. مش كل الارقام بتطير. تمام. فانت كل اللي عليك هتعكس، يعني في ارقام انا طارت معايا من 4 نسخ للمتجر، وفي ارقام طارت معايا من 6 نسخ، ما طارش من 4 نسخ زي التاني، لا طار من 6 نسخ. فده على حسب، بيكون على حسب البند يكون على حسب الرقم اللي انت هتعكس عليه وتطيره. تمام. فلو رقم ضعيف هيطير معاك بسرعة، لو رقم قوي جديد وبتاع هتعكس من 6 ل7 نسخ، لكن لو في أرقام عادية ممكن تطير من 4 نسخ عادي. بس على حسب الرقم، فانت جرب من ده وده. انا بقول لك كده وكده عشان ايه ما تقولش ان انت هتروح تعكس على رقم متجر من كذا والرقم ما يطيرش معاك. طبعا تعكس ده على المتجر دوت. احنا عكسنا الأعمال، والأعمال شغال، ما الأعمال مش فاتح ولا حاجة. المتجر بقى لازم يكون فاتح، يعني المتجر ما تحكسش عليه هو قافل، لا خلي الرقم يكون فاتح ومتصل. يعني مثلا نشوف كده رقم متصل هنا، مفيش. تمام. بس أهم حاجة الرقم يكون متصل، يعني عايز أقول لك فوق كده اللي هو متصل الآن، فاهم؟ وتخش تحط البند في قلب الشات وتخش تعكس من الإبلاغات بتاعتك كله تمام. وانت بتعكس من اخر نسخة تخش تبعت له رسالة من اي نسخة، او حتى تفك بينكم من النسخة من اللي انت عكست عليهم وتخش تبعت له نقطة، تبعت له رسالة تخليه يرد عليك. تمام. وهو يرد عليك هتلاقيه تمام. طالما هو رد عليك كده خلاص، انت كده تضمن ان الرقم هيطير. فبتطير بقى بعد قد ايه؟ برضو دي على حسب، يعني في ارقام بتطير في حوالي من ربع ساعة لساعة الا ربع، يعني 45 دقيقة يعني. فده بيكون على حسب الرقم، هتلاقيه طار معاك. تمام. ممكن تأخر شوية، بس لحد ما هو يكون بيبعت رسائل بيبعت رسائل كتير كده، يكلم شخص او كده. ده عند الشركة اللي هو ايه كده بيتكلم ان انت لسه عامل له ابلاغات، فده بيخلي الرقم بتاعه يطير. تمام. بس كده يا صاحبي، انا اسيب لك البند في وصف الفيديو، وانت متنساش تقدرني تعمل اشتراك للقناة وفعل زر الجرس. لو عاوزت اي حاجة خش انزل في قناة تليجرام تحت، هتلاقي اللينك بتاعها في وصف الفيديو، خش فيهم من الاتنين. بنزل الفيديو هناك، بحظر الارقام هناك، بعمل كل حاجة هناك في قناة التليجرام. تمام. بس كده مش طالب منها اكتر من كده. بس سلام يا شباب.